ماميز الحلوين، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. عايزه اقول معلومه مهمه جدا النهارده، ان التربيه مش مبنيه على النقد، وان انا اركز دايما على سلوكيات الطفل الغلط واحاول اعدل منها. خلينا دايما يكون عندنا ادراك ان احنا بنتعامل مع بشر، والبشر ده لسه ما عندوش خبرات وما عندوش المعلومات الكافيه ان هو يحاول يخلي حياته تمشي في الطريق الصح. فبحاول على قد ما اقدر مش كل سلوك الاقيه مش عاجبني ان انا لازم اركز عليه واقعد اعدل فيه. اوقات كتير جدا بيتم تعديل السلوك عن طريق التغافل، فلازم اخد بالي من الفكره دي. طول ما ابني مش بيكرر الحاجه كتير جدا اكيد هياخد وقت، والحاجه دي ممكن ما تبقاش موجوده تاني. فما اقعدش طول الوقت اركز على الحاجات الوحشه اللي فيه واصدرها، لان الطفل بيشوف دايما نفسه في عيون الاب والام. خلينا نكون ناس واعيين وبنربي دايما بايجابيه، ان احنا بنحاول نعلي الوعي عند الطفل ونخلي عنده كميه معلومات كافيه يحاول يواجه بيها الحياه. زي ما بقولك كل مره، انت اعظم ام في الدنيا، كفايه ان انت عايزه تربي بالقيم، ومتاكده ان كل معلومه انت سمعتيها في الفيديو انت هتنفذيها بحذافيرها. ممتنه جدا ليكي.